ازاي حولت اللينكد ان بتاعي من ده لده؟ انا رحاب القديم، ودي اول حلقه من سلسله ازاي. لو انت عايز تعرف ازاي تحول اللينكد ان بتاعك لبروفايل احترافي علشان تجيب وظايف اكتر او تجيب وظايف اصلا، فانا هنا عشان اعرفك ازاي تعمل ده. كل التولز اللي هستخدمها النهارده اتعرفت عليها في برنامج اي اي سي اي. لو ما تعرفش البرنامج ده عن ايه، فهو بيعلمك احدث الاي اي تولز اللي هتحتاجها علشان تكون ناجح في سوق العمل. من غير رغي كتير، يلا بينا. اول حاجه هنعملها هي اننا نختار احسن صوره عندنا نحطها بروفايل. هنختار الصوره دي وهنعمل لها كروب او قص بحيث انها تكون قريبه من الوش، ولو هتاخد معاك جزء من الكتاف. لما نقصها ممكن تبكسل شويه لو هي بعيده، فهنحتاج نحسن جودتها. بعدين هنروح ويب سايت ريموف بي جي علشان نشيل الخلفيه بتاعه الصوره ونقدر نستخدمها بعد كده. هننزل الصوره بس هنلاقيها بكسلت اكتر، فهنروح ويب سايت او ابلكيشن اسمه ريميني. هنحسن منه كواليتي الصوره باننا نضغط انهانس عليها. زي ما انتوا شايفين الصورة اتحولت. ممكن تشيل الميك اب من اوبشن اسمه فيس ريتوش تحت. هننزل الصورة وبعدين نروح لويب سايت اسمه كانفا، ده اللي هنعمل عليه كل الديزاينز. هنروح تمبلتس وبعدين نكتب لينكد ان بانر في السيرش. هيطلع لنا تمبلتس كتير جدا، ممكن تختار اي حاجة قريبة من مجالك او مناسبة لذوقك. هنختار من الفلتر فري بحيث يطلع لك النتائج المجانية بس. انا اخترت ده اجرب فيه علشان اوريكم الموضوع بيتعمل ازاي. كل اللي هتعمله انك هتشيل البيانات اللي موجودة وتحط بيانات مناسبة ليك، وظيفتك انت واسمك ورقم تليفونك الايميل بتاعك، دي حاجات اساسية لازم تكون موجودة. اتأكد ان التكست لو دخل في بعضه انك تظبط مكانه كده، ولو في حاجة مش مهمة تقدر تضغط عليها وتختار ديليت وهتتشال، شبه اللوجو ده مثلا. هغير التكست ده لليتس كونكت بحيث يبقى كاتشنج كده بالنسبة اللي بيشوفه، وهشيل الصورة واحط الصورة اللي احنا غيرنا الخلفية بتاعتها او شلنا الخلفية بتاعتها مع بعض. من الجوانب تقدر تغير حجم الصورة بحيث تتناسب مع الديزاين بتاعك، وفي قائمة elements او العناصر تقدر تحط اي لوجو صغير مناسب لمجالك. هنا مثلا بحط HTML و CSS عشان انا شغلي في البرمجة، بس CSS مش مجاني اللوجو بتاعها، فانا هدور عليه في جوجل، ودي طريقة مناسبة لأي حاجة مش مجانية على كانفا. نزل الصورة وبعدين روح لريموف بي جي، شيل الخلفية بتاعتها، اعمل لها ابلود تاني على كانفا، وبعدين ظبط حجمها مع باقي الحاجات اللي موجودة، وبكده تبقى انت حطيتها من غير ما تدفع اي حاجة. معظم الحاجات اللي انت هتحتاج تضيفها هتلاقيها موجودة على جوجل وتعرف تحطها لو انت بتدور كويس. 99% يعني، فاحسن لك ان انت توفر فلوسك بالذات لو البادجت بتاعتك قليله. كان ممكن نكتفي بالديزاين في المرحله دي، بس انا بجرب معاكم عشان اوريكم لو انت حابب تعمل ديزاين من الاول بتعمله ازاي. بنختار الحاجه اللي احنا عايزينها وبعدين نغير اللون بتاعها لو هو قابل للتغيير. هنا هنعمل جروب للتكست ده بحيث لونه كله يتغير مع بعضه. المستطيل ده كنت بجرب فيه الوان كتير، وده اللي انت المفروض تعمله، تجرب الوان كتير علشان تشوف المناسب ايه، بس شكله معجبنيش. فهندور على حاجه اسمها asymmetrical shape في الاليمنتس، او شكل غير منتظم بيبقى شكله شبه ما انتوا شايفين كده، بس انا هحطه كفريم مش ككلر ثابت علشان اقدر احط له خلفيه اللي انا حباها. النوع ده من الالوان اللي بيبقى شكله شيك قوي ده بيبقى متداخل في بعضه، اسمه gradient. الجراديانت ده بيبقى مزيج ما بين كذا لون او تدرج ما بينهم، عشان كده لونه بيبقى حلو جدا. كنت حابه احط في المستطيل اللون بس مش هينفع لان هو مش فريم، مش خلفيه صوره يعني. فانا هختار الفريم وهشيل المستطيل ده واحط فريم مستطيل بداله واحركه بالجنب كده عشان يبقى شكله شبه التاني، واحط فيه نفس اللون. حاول انك تحط الوان متناسقة مع بعضها. انا هنا مثلا هشيل المستطيل ده عشان شكله ما كانش شيك شبه التاني، وهغير الالوان الجراديانت اللي موجودة في المستطيل الجديد. الازرق عجبني جدا، ده جراديانت ازرق برضو تقريبا من ازرق لاسود، كنت محملاه قبل كده. ولازم تخلي اللاير او الطبقة دي في الخلف او الخلفية علشان الحاجة التانية اللي مكتوبة ما تختفيش وراها. عملت تكرار للاسيمتريكال شيب ده باني ضغطت عليه، وكان في علامة زائد كده اتكيت عليها علشان تضيفه تاني. وكل اللي بعمله ان انا بغير الخلفية بتاعة الاسيمتريكال شيب ده، او بغير الاتجاه بتاعه بلفه يمين او شمال بحيث يتناسب مع الحاجة اللي انا بعملها. هنكبر التكست شوية مثلا، وهنا هخلي الفونت عريض او بولد شوية علشان يبين الحاجات المهمة اللي لازم تكون باينة للريكروتر او للاتش ار اللي بيبص على البروفايل بتاعك. حبيت ان انا اجرب احط الاسيمتريكال شيب ده، وهو والله انا بس غيرت اتجاهه ورايا بحيث شكله يبقى حلو. هعمل جروب للصورتين مع بعض بحيث دي ما تدخلش في دي، شبه ما هتشوفوا دلوقتي لما احركهم مع بعض، وبعدين ادجست الحجم بتاعهم مع بعض. الحلو في الجروب انك لما بتكبر حاجة الاتنين بيكبروا، لما بتصغرها الاتنين بيصغروا. فاعمل جروب او تجميع من كليك يمين، وبعدين اظبط الحجم بتاعها بالشكل المتناسب معاك.
اهم حاجة ان الالوان تكون متسقة مع بعضها، يعني لو حاطط بينك كلهم يبقوا بينك، ما ينفعش يبقوا نفس الاشكال وشكلهم مختلف الا اذا كانوا متسقين مع بعض. يعني الاتساق اهم بكتير من نوع اللون اللي انت بتختاره، مش عشان حد بيعمل لون معين تحط انت نفس اللون ده. هنا مثلا البينك والاحمر مش احلى حاجة مع بعض في الشيب ده. لو جربنا دلوقتي نحط كله بينك او كله احمر هيكون احلى بكتير. انا استقريت على الاحمر ده وبعدين بدأت ادجست الشكل النهائي علشان يكون مظبوط. زي ما انتوا شايفين التعديلات الصغيرة دي بتفرق قوي. هنعمله داونلود من قائمة شير دي وبعدين نضغط داونلود، وده الشكل النهائي هتشوفوه دلوقتي، بتمنى يعجبكم. دي حاجة خدت مني حوالي 40 دقيقة. نبدأ نغير البروفايل بيكتشر. هترفع الصورة في نفس الويب سايت ريموف بي جي، هتشيل الخلفية بتاعتها وبعدين تبدأ تحط لها لون خلفية مختلف. لازم لون الخلفية ده يكون متناسب مع لون بشرتك ومع اللبس اللي انت لابسه. يعني كل صورة ممكن تحط لها باك جراوند مختلفة عن التانية، فمش معنى ان حد بيحط الباك جراوند اسود تحطها اسود، ممكن تكون مش لاقة على شكلك او على هدومك في الصورة دي. هنا مثلا انا بدور على لون ازرق يكون شكله شيك شوية ومتداخل مع لون تاني بحيث يليق على الهدوم الفاتحة اللي انا لابساها في الصورة. فهنا لقيت اللون الازرق اللي داخل في موف ده شكله كان شيك جدا، فهجرب ان انا احطه دلوقتي على الصورة، ولو بقى مناسب هحملها، ولو جودتها ما بقتش مناسبة هرجعها لريميني قبل ما ارفعها على اللينكد ان بروفايل بتاعي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، واكتب لي في كومنت ايه اللي محتاج تشوفه الفتره الجايه. وعشان تزود من مقدرتك في سوق العمل وتستخدم تولز تساعدك تجيب احسن الوظائف اللي نفسك فيها، ما تنساش تقدم على برنامج AICE.